أهلا بيكم في قناة أخبار المشاهير. وقت تأخر ما بي ملازمة. لايف حلا الترك. الفنانة حلا الترك عملت لايف مميز ظهرت فيه بإطلالة متميزة، وظهر ان هي خلاص كبرت وبقتش هي الطفلة حلا الترك الطفلة، بنت المنتج البحريني محمد الترك وبنت منى السابر اللي هي بدأت تظهر على السوشيال ميديا وبقى ليها جمهور كبير. حلا الترك ظهرت علشان تحدد موقفها من خلافات والدها وخلافات والدتها، وكمان طليقة والدها اللي هو محمد الترك وطليقته اللي هي دنيا بطمة. ظهورها ده كان بمثابة اللي هي بتقول انا ماليش دعوة بحد ومش هكمل مع حد ومش هدخل نفسي في حد، انا شغلي وبس. هي فعلا ظهرت في اللايف ده وما جابتش سيرة لا والدتها ولا والدها ولا خلافاته مع طليقته دنيا بطمة، ولا جابت سيرة اي حد خالص. اتكلمت بس عن شغلها واتكلمت على ان في غنوة جديدة، تحضير جديد للحن جديد بتقول متميز خلاف كل اللي عملته قبل كده، والكلمات برضو مختلفة. يعني واضح ان هي كانت بتحضر فعلا لعمل كبير. ده غير فيلم سكر اللي نزل. سكر طبعا كان فيه ماجدة زكي البطلة، وكان فيلم استعراضي وكانت بطلته حلا الترك. هو الفيلم ما لقاش نجاح كبير يعني، ولكن في الخليج نجح. يمكن عندنا الشكل ده ما بينجحش شوية عندنا في مصر، ولكن في الخليج نجح. بس ده يعني شكل مميز لحلا الترك، وظهورها بقت شابة وجاوبت على أسئلة زي هي عمرها قد ايه دلوقتي، فقالت 21 سنة. وقالت برضو ان هي بتدرس اخر سنة، يعني بتدرس تصميم ازياء وهي في سنة رابعة حاليا. فاتكلمت قالت جزئية تصميم الازياء ده يعني قسم صعب جدا، انا ما كنتش متخيلة ان هو صعب كده، ده انا كنت بحسب حاجة سهلة، فاتضح ان هو حاجة صعبة جدا. ف بتوجه رسالة لكل اللي حابب يدخل موضوع تصميم الازياء اللي هو صعب جدا. يعني بتدرس ازياء وبزنس. نفت بقى اي علاقة ليها بجزء تاني من الفيلم، ولكن شكله كده ان هو في فعلا جزء تاني من فيلم سكر. وبرضو الملاحظ ان هي ما جاوبتش على اي اسئلة متعلقة بعلاقتها بوالدها او والدتها او دنيا بطمة. بس لسه هنتابع بقى ونشوف الجديد ايه بالنسبة لحالة الترك. انا حبيت بس اشارك معاكم الجزء ده من اللايف الجميل المميز عشان تشوفوا دنيا بطمة ازاي مش مقصرة على حالة، وازاي حالة بقت جميلة ومميزة، ويعني التوتر بتاع اللايف بتاعها خف شوية وهتظهر تاني وتتكلم تاني. فالجديد ان شاء الله هنا هتلاقوه على قناة اخبار المشاهير. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش يشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبيستناني الجديد ان شاء الله اجمل. اشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.